السلام عليكم، كي دايرين لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وصحة جيدة. فيديو جديد نهار جديد كما كتقول لكم اختكم حنان حنونة كتشارك معكم بساطة ديالها. اليوم باذن الله بغيت نشارك معكم هذا البوغرير اللي كيجي ما شاء الله رائع رائع. ضروري نتوما عارفين مائدة الافطار ديالنا، مائدة رمضان، ضروري ما تنبغيو ننوعوا فيها. قلت علاش لا ما نشاركش معكم هذا البوغرير اللي كيجي ما شاء الله كيف ما كتشوفوا روعة. ناجح 100% بدون تكلفة بدون مقادير، يعني هذاك الشيء عندك في الدار كتوجدي به هذا البوغرير اللي ما شاء الله كيف ما كتشوفوا فيه. كيجي رائع رائع. المقادير ديالهم بساطين بزاف. كنديروا واحد الزلافة ديال الفورص، كنديروا نص زلافة ديال هذا ديال السميده الرقيقه صافي ومليحه والخميره. هادشي هو اللي كاين، راه كتشوفوا راني فيسا هنايا. عجنته. عجنيه بايدك، عجنيه بمولينيكس، عجنيه باش ما بغيتي. صافي ملي كيخمر عادي كنشدوه كنديركم نطيبوا فيه. راه من هنايا غيبان لكم تا الطياب ديالو، الدليل على ان النجاح ديالو انه في ساعة في الاولى كيبان لكم راه بدا كيدير دوك الفقاعات ديالو او دوك الحبيبات ديالو. كيبداو هكايا سميتو. كيجي ما شاء الله كيف ما قلت لكم ما كنحتاجو فيه حتى شي حاجه. ساهل ماهل. كنتعرفوا ضروري ما تنبغيو يكونوا بحال هكا. بغرير فوق المائده، يعني نديرو اللي كتب الله. قلت علاش لا ما نشاركوش معكم. ما فيه حتى شي حاجه، يعني غير الدقيق والسميده الرقيقه ديال الحلوى. ولا نجيبو هذا القمح سبيسيال تا هو صافي ومليحه وشويه الخميره فقط، ما تنزيدو عليه حتى شي حاجه. وما شاء الله شوفوا هنايا كيف كيبان لكم الدليل على انه ناجح 100%. هكا كتبقاي غادا مستمرة بيه. كديري المقلة اللي خاصة بالبغرير. راه تبارك الله ما شاء الله راه كاين انواع كثيرة ديال المقالي ديال البغرير. صافي وكنديروه كيطيب هكايا. هنايا انا راه دايره 2 مقلات باش في ساعه باش ما يعطلني ما حتى شي حاجه. كتعرفوا دابا لان بزاف الشيوات وجد هادي وجد هادي، كتقولي اللهم نحيد هادي التوتسويت باش نوجد الاخرى. صافي هادشي هو اللي كاين. كنشاركو معكم وخليته انا هكا اكسبري، بغيت نخليه باش تشوفوا هكا كيف كيجي. يعني كيف كنقولوا حنايا يطفس او يجي هابط، ما يديرش دوك الفقاعات ديالو. يعني بغيت نخليه بحال هكا باش تعرفوا، يعني بدون مقادير كثيره. مديوش ليا عافاكم على الفران راني باركه خدامه عليه. يعني راح انت يدك هنا ويدك هنا، وضروري من انك يتملق لك تا كتكملي كلشي. عاد ديك الساعه كديري لي واحد المسحه تكون فاعله تاركه. كيف ما قلت لكم هنايا انا بغيت هكا، بغيت نخليه باش تشوفوا كيف كيجي. ما كيطفص لكم ما حتى شي حاجه. غير كيف ما قلت لكم هاد المكونات اللي هما بساطين وموجودين في الدار، وكنوعوا مائدة الإفطار ديالنا. والبغرير حتى هو من الحوايج اللي كنعشقوهم وكنبغيوهم انهم يكونوا هنايا. نتوما شوفوا هذه المقله الثانيه حتى هي ديالي، راني حتى هي دايره فيها البغريره الاخرى ومخليها هكا طيب. صافي هادشي هو اللي كاين. وشكرا لكم بزاف على لي كومونتير الزوينين اللي كتكتبوا ليا والتشجيع اللي كتشجعوني. وشكرا لكم على البارطاج، وشكرا لكم على اي حاجه كتقولوا في حقي. وانا جد سعيده وجد فخوره انني عرفت ناس بحالكم ما شاء الله عليكم. واحد واحد، يعني ما غادي نذكر حتى اسم على الاسم الاخر. كل شيء ما شاء الله. كتفرحوني بالتعاليق الزوينة ديالكم وبحبكم ليا، وأنا كذلك كنبادلكم نفس الشعور. لأن الإنسان
ضروري كيف ما أنه كتصيبي الشخص كيبغيك ولا بد غتكون غيكون المقابل ديالو نفس الحب. نتمنى إن شاء الله نتواصلوا بحال هكايا ونبقاو بهاد الحب ونبقاو بهاد التواصل ونبقاو هكا نتعاونوا مع بعضياتنا ونبغيو بعضياتنا الخير. ونتمنى إن شاء الله يا سيدي ربي في هاد العواشر الله يفرح الجميع، واللي كيتمنى شي حاجة الله ييسر ليه أموره إن شاء الله وإن شاء الله تكونوا بخير وتكونوا مرتاحين وتكونوا أي حاجة دايرينها في بالكم إن شاء الله ربي يوصلكم ليها بإذن الله عز وجل. الإنسان أهم حاجة هنايا، أهم حاجة هو الإنسان أنه ميأذيش الناس وميديرش شي حاجة اللي كتغضب الله عز وجل. هادو هما أهم حاجة، وإن شاء الله كونوا أكيدين بأن الله ضروري ما غيسر لكم أمركم ويوصلكم لداكشي اللي كتبغيو. هنايا راني مازال كتشوفوني معاكم، مازال كنطيب، مازال دايرة المقالي هنايا، حيت حنا راك عارفين ماشي من النوع اللي خاصو يدير داك شي حاجة قليلة كتقولي لا دايرة كان خاصني ندير شي حاجة اللي تكون اللي كديري كتاكلي منها وكتبقى. هادشي هو اللي كاين. بقاو معايا إن شاء الله تنكمل هادشي اللي عندي علاش لا منشاركش معكم حاجة أخرى بإذن الله. كيف ما كتشوفوا هنايا شوفوا الفقاعات ديالو كيتمي غادي هكا داير كامل بشويه بشويه حتى كيكمل كلشي، ما كتبقاش هذيك العجين كتبان لك، كيبان لك صافي هذوك الفقاعات هكايا راه صافي نشفوا من العجين الدليل على انهم طابوا. انا دائما في البغرير ديالي عزيز عليا ملي كيطيب ليا على هاد الجهه صافي في هاد الفوقاني ضروري ما تنديرو على الجهه هادي باش نخليه ينشف ليا واحد شويه. هادي انا دائما تنديرها كتعجبني هكا، وكيجي هذاك البغرير كيجي هكا مفشفاش وكيجي رطب وكيجي شاد في راسو. نتمنى بغريري يعجبكم وتشجعوني بزاف وتكتبوا لي كومونتيرات زوينه، غير كثروا لي من الكومونتيرات. وانا كيف ما دائما كنقول لكم عزيز عليا انني نسمع لكم، عزيز عليا اي انتقاد مرحبا على راسي وعينيا. كيف ما قلت لكم انايا راني قلبتها كيعجبني بحال هكا صافي، ملي كنخليها هكا تشرب شويه هذا صافي كنحيدها صافي. ها هو البغرير ديالي راني كملت هنايا. ايوا غادي قلت علاش لا منشاركش معكم واحد العصير اللي حتى هو كيجي زوين بزاف، بالخصوص دابا كتعرفوا الفريز تبارك الله ما شاء الله موجود والفواكه كلها ما شاء الله موجوده. قلت غادي نشارك معكم هاد العصير اللي سريع، كنبغيو ننوعو كل مره كنديرو عصير بشكل. قلت علاش لا منشاركش معكم هاد العصير بمكونات بسيطه. الفريز لنا واحد الكميه على حسب على قد الاشخاص اللي عندكم، وهنا درت واحد 2 تفاحات مقطعين و2 بنانات، واحد ياغورت ديال بنكهة الفراولة، ونصف لتر الحليب. هادشي هو اللي كاين. غادي نشاد هاد المكونات كاملين، غادي نطحنهم وغادي نخرج منهم واحد العصير اللي يا سلام كيجي رائع، بالخصوص الا كانوا المكونات باردين كيجي منعش 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 بزاف. رانتوما عارفين كنبغيو في السحور نقدروا نبغيو حتى الفطور ديالنا، علاش لا؟ كيف ما قلت لكم انا في الفطور ولا في السحور كنبغيو بحال هاد العواصر، كنبغيو شي حاجه اللي كتكون مبرده هكا منعشه. كي وتا ما فيش شي مقادير اللي هما كثيره، والمذاق كيجي يا سلام كيجي رائع رائع بزاف، بالخصوص هاد نكهه الفراوله او ياغورت تاع الفراوله كيجي رائع. صافي هنايا راه غادي نشد المكونات كاملين عادي جدا بحال جميع انواع العواصر اللي تنديرو صافي، وكنطحنوها كتجي يا سلام يا سلام زويون بزاف. انا اصلا من عشاق الفريز، وبالخصوص راه نتوما عارفين دابا الوقت ديالو موجود ما شاء الله، علاش ما نستغلوش بحال هكا في عواصر، في طورطات، في بزاف، في كونفيتير، بزاف د الحوايج نستغلو. هذا هو العصير ديالي من بعد ما وجد هكا كيجي رائع رائع ما شاء الله، وكيجي خاطر ونكهة يا سلام رائعة بزاف. هذا هو كيف ما قلت لكم العصير ديالي. نتمنى انه يعجبكم، نتمنى ان البغريت ديالي حتى هو ينال الاعجاب ديالكم،
والعصير ديالي المتواضع جدا اللي بتكلفة اقتصادي وبتكلفة بسيطة كنوجدو عصير اللي هو زويون وتنبغيو بحال هاد النكهات بالخصوص بشكل على نكهة الفراولة أو على نكهة الفريز علاش لا. حتى لهنايا غادي نقول لكم مع السلامة، حتى الفيديو الجاي ان شاء الله. ما تنساوش التعاليق الزوينة بحالكم والبارطاج مع الحباب. غادي نقول لكم مع السلامة حتى الفيديو الجاي ان شاء الله.